مصر فيها أماكن كتير جميلة، وكل مكان ليه قصة وتاريخ كبير جدا. وفيديو النهاردة هيكون عن بورسعيد أو المدينة الباسلة. وفي الفيديو ده هعرفكم كل الأماكن الموجودة في بورسعيد، وهبدأ بعلامة مميزة جدا في المدينة وهي الفنار. أول فنار خرساني في التاريخ. الفنار ده كان أعلى مبنى موجود في بورسعيد، عشان هو ده المدخل الرئيسي للمدينة. كان كل المباني الموجودة في الجزء الشرقي دورين أو 3، ويكون هو أعلى مبنى عشان يرشد السفن الموجودة في القناة. تمثال فرديناند دي ليسيبس، واللي كان المفروض يحطوا مكانه تمثال الحرية، ولكنه بعد ما جالناش اتبنى مكانه تمثال دي ليسيبس اللي مش هتلاقوا منه غير القعدة بتاعته، لأن أهالي بورسعيد هدوا التمثال. When Nasser regains control of the canal, he destroys the statue of de Lesseps. آخر نقطة في قارة أفريقيا، ده الركن الشمالي الشرقي ويعتبر آخر نقطة في قارة أفريقيا. أما الناحية التانية منها فهي طنجة في المغرب، وتعتبر الجزء الشمالي الغربي. المعدية اللي بنركبها عشان نعدي من قارة أفريقيا لقارة آسيا، هي بجد تجربة جميلة جدا، وكمان مع طيور النورس اللي بتطير حوالين المعدية، فابقى اعملوا حسابكم في أكل عشان تأكلوا الطيور دي. أول مكان بنشوفه في بور فؤاد هو مسجد مجمع الأديان، وهو المسجد الوحيد اللي بيطل على المجرى الملاحي، وهو أنشئ بأوامر مباشرة من رئيس أنور السادات لما كان راكب المعدية ولاحظ إن المكان ده فاضي، فأمر ببناء مسجد ليه مآذن عالية عشان تدل على الهوية المصرية الإسلامية لأي سفينة بتعدي من قناة السويس. بور فؤاد وهي مدينة أوروبية على أراضي مصرية، تصميم معماري مميز جدا، فيلا مبنية على الطراز الفرنسي وأغلبها شجر، ومحافظين عليها لحد دلوقتي. وهي اتصممت بالطريقة دي وقت الاحتلال عشان الأجانب اللي كانوا بيشتغلوا في قناة السويس يعيشوا فيها، ولكن بعد ما الرئيس جمال عبد الناصر أمم قناة السويس، المصريين أخدوا البيوت دي بعد ما الأجانب مشيوا. كل ده ملح طبيعي. بورسعيد مشهورة جدا بالموضوع ده. بدأت شهرته بعد ما واحد وخطيبته عملوا فوتو سيشن هناك، وكانوا لابسين تقيل وكانهم قاعدين في السكيني، وكانت المفاجأة لما طلع إن ده مش تلج، ده ملح. بعدها بدأت الناس تروح هناك، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيه بس. حديقة فريال، وهي اللي الخديوي إسماعيل عمل فيها حفل افتتاح قناة السويس اللي حضروا ملوك من أنحاء العالم، وهي واحدة من أحلى وأهدى الجناين الموجودة في مصر. واتسمت فريال لما الملك فاروق أهداها لبنته الكبيرة اللي اسمها فريال، بس هي بعدها أهدتها للشعب، ولحد دلوقتي رسوم دخولها ببلاش. سوق السمك اللي من بره تحس ان انتوا داخلين مول، انما بقى من جوه حلقة سمك منظمة جدا، مكان بيبيع السمك ومكان بينضفه ومكان بيشويه. وهناك هتلاقوا كل انواع السمك اللي تعرفوها واللي ما تعرفوهاش. اشتروا كل السمك اللي انتوا عايزينه، بعدها روحوا على المحلات اللي بتعمل لكم كل حاجة، ينضفوا لكم السمك ويشوه. بعدها هتاكلوا أرخص وأحلى أكلة سمك في الدنيا. في راجل حكيم قال لو جيت بورسعيد من غير ما تاكل كاساتة يبقى انت ما جيتش بورسعيد، فما تمشوش من بورسعيد غير لما تجربوا الاختراع الجامد ده من سلسبيلة. قررت انهي يومي بحلويات بورسعيدي، السمنية، وهي عبارة عن حاجة شبه المهلبية وبتتشوح في السمنة. أما التمرية فهي حاجة زي السمنية بس بتتغطس في عجينة الزلابية، بعدها بتتقلي وبتحط عليها سكر، ودي بقى الزلابية البورسعيدية. ما تستغربوش من شكلها المختلف، لأن بورسعيد محافظة عدى عليها جنسيات وثقافات كتير، وحصل زي ميكس كده طلع لنا الاختراعات الجميلة دي. وبس كده، فيديو النهاردة خلص. اتأكدوا إن انتوا عاملين سبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واكتبوا في الكومنتات عايزين السفرية الجاية تكون فين. كان معكم عبد الرحمن فتحي، واستنوني في فيديوهات تانية كتير عن السفر في مصر وبره مصر. سلام.